ليه الكفاءات بتسيب الوظائف والكيانات الإدارية بدون سبب معلن، أو تبقى استقالة غير مسببة؟ تجد الاستقالة بتاعت الموظف الكفاءة والبارع والمتمكن من دوره والواثق في نفسه. تقرأ الاستقالة لا تجد سبب، لكن ما بين السطور هناك أسباب مبطنة. هناك غياب للتقدير يحدث، هناك عدم اهتمام، هناك عدم تقدير مادي ومعنوي، هناك غياب للاحتواء بشكل كبير، هناك غياب للمدح، لكن هناك وجود الاحتراق الوظيفي الصامت في نفس الموظف الكفء. ولذلك ان المدير البارع كما كنا في فيديوهات سابقة هو ذلك الذي يدرك حقيقة ادوار موظفيه، يكن بارعا في هذا التوظيف بشكل من الاحترافية. لذلك من المعيب إداريا أن يترك الموظف الكفء لمطبات الحياة دون محاولة لتثبيته على أرض الواقع من خلال التقدير الكامل والإلمام بإمكانياته وتوظيفها بشكل جيد والمدح الكثير. امدح موظفينك، صدقني أنت اللي محتاج، غير كده هتجد معاناة حقيقية في إدارة كيانك. تحياتي.